مع نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديدا توسع إنجلترا وأمريكا، انتشر في العالم لغة هي الأكثر شعبية لحد دلوقتي، لحد ما أتقنها مليار و800 مليون بني آدم، منهم 28 مليون واحد في مصر. بس طبعا على مدار السنين الناس كانت بتتعلمها من الكورسات والمعاهد، وما كانش في حد بيحاول يتعلم الإنجليزي في المرحلة الثانوية لأنها كانت لغة جافة جدا ومتتحبش، خصوصا ان كل المدرسين ما كانوش بيسمحوا لطلابهم انهم يغلطوا. بس كل ده اتغير لما ظهر في تسوق كفر الشيخ واحد عنده مجموعة مصطلحات غريبة على الطالب المصري، اولها اغلط وتعلم واغلط تاني وتعلم تاني. واحد قدر يحول علاقة الطالب بالانجليزي من مجرد مادة بيدرسها لحالة فريدة من نوعها. واحد الطلاب بتستنى حصته كل اسبوع بكل حب وبكل متعة، فعلشان كده طلع عليه لقب العميد وبكل جدارة. الشخص ده هو عميد اللغة الإنجليزية وصاحب أفضل إنجليزي هتسمعه وتتعلمه، هو مستر محمود مسعود.